واجي البنات نحضروا تحليه او ديسير كيجي اكثر من رائع مذاقا وشكلا، كيجي معلك وبنين بزاف. واو، ما تشبعوش منه بطريقه سهله وسريعه وبمكونات جد بسيطه. كذلك غدا نشارك معكم احسن طريقه باش تنجح معكم كريم كراميل. تبعوا معايا الطريقه. في كاسرون غدا نضيفوا نصف لتر من الحليب، غدا نضيفوا فلون بنكهة الفانيلا 4 أشخاص، غنضيفوا 2 ملاعق من النشا أو الدقيق الأبيض من نوعية جيدة. غدا نمزج هاد المكونات جيدا، غدا نوضعوه على نار مهيلة حتى كيبدا كيغلى. عاد كنستمروا في التحريك دون توقف باش ما يلصقش لينا في القاع ديال الكاسرون او ما يتحرقش لينا. غير نشوفوه غلا مزيان صافي كنطفيو النار وكنخليوه كيبرد شويه. غادا نحتاجو بسكوي اي نوعيه كتفضلوا، غير ما يكونش فيه الشوكولات. 2 حبات من الموز في خلاط كهربائي. غادا نوضعو البسكوي مقطع طريفات صغار، غنضيفو عليه الموز وغنبدا نضيفو الخليط اللي وجدنا من قبل. غادا نطحنوه بشكل جيد حتى كنحسوا بالبسكوي والموز تجانسوا مع بعضهم، ما بقاوش قطع صغار. في كيسان فاش غادا نوجد التحليه غادا نوضع قطع من البسكوي اي نوعيه كتفضلوا، ماشي بالضروره هاد النوعيه. غادا نوضع كذلك قطع من الموز على شكل دائري بهذه الطريقه هذه. غادا نضيفوا الفلون اللي حضرنا من قبل. كاينين بعض الناس عاود غيكتبوا لي في التعليق علاش ما كبيتيش الخليط مباشره في الكيسان. بغيت نقول لكم انني استعملت هذه الطريقه باش ما تخسرش ليا التشكيله اللي زادت في الكيسان حيت الخليط مازال ما تجمش. غادا نوضعوهم في الثلاجه حتى كيعقد هذا الفلون. دابا غادي نوجد معكم الكريم كراميل. غادي نحتاجو كاس الا ربع من السكر، يعني كاس ما عمرش بزاف. غادا نحتاجو كاس الا ربع من الماء، يعني نفس الكميه ديال السكر هي نفس الكميه ديال الماء. غادا نقسموا هاد الماء، غادي نوضعوا في واحد كاس 2 ملاعق من النشا. غادا نحركوه مزيان حتى كيتجانس ليا الماء مع النشا. غادا نوضعوا السكر على نار مهيله، ما غاديش نقيسوه، يعني باش نجح معكم البنات الكراميل ما تقيسوش نهائيا حتى كتشوفوا السكر بدا كيذوب من الجناب. من بعد غادا تحركوه بهذه الطريقه هذه، يعني ما غاديش تقيسوه بالملعقه في هذه المرحله هذه حتى كيقرب تقريبا يذوب كامل. عاد كادي نوجدوا ملعقه، يستحسن تكون ملعقه خشبيه، وغادا نحركوا بهذه الطريقه هذه يعني على شكل دائري من الوسط الى الجوانب بهذه الطريقه هذه. وغادا نحرك البنات حتى يذوب تماما، يعني خاصو يذوب تماما. وبعد المرات كنرفعوا المقلاة باش ما يتحرقش لينا الكراميل، يعني كنرفعوا على النار وكنحركوا بهذه الطريقه هذه. غادا نضيفوا داك نصف كاس من الماء مغلي مزيان البنات باش ما تحجرش لينا الكراميل. غادا نستمروا في التحريك حتى كيذوب لينا داك السكر مع الماء. غادا نضيفوا داك الماء الاخر اللي وجدنا من قبل مع النشا، وغادا نستمروا في التحريك عاود حتى كيتجانس لينا النشا مع الماء مع السكر. غادا نضيفوا ربع كاس من الحليب مغلي. الحليب ما خصوش يكون بارد، خاصو يكون مغلي. وغادا نحركو مجددا بهذه الطريقه هذه كما راكم كتلاحظوا، يعني كنحركو باستمرار. وبعد المرات كنرفعوا المقلاة باش ما يتحرقش لينا الكراميل. بالنسبه لهاد الطريقه البنات راه ناجحه 100%. غير تبعوا معايا نفس الخطوات حيت كريم كراميل ماشي اي واحد كتنجح معاه، يعني كدار بالقواعد ديالها. وبالنسبه للمكونات خاصهم يكونوا متساويه. انتم البنات من بعد ما حصلت على القوام اللي بغينا، من بعد ما تجمد لينا الفلون اللي حضرنا من قبل، غادا نوضعوا عليه الكراميل.
هانتوما البنات كيفاش كيجي الكراميل، راه كيجي اكثر من رائع، كيجي زوين بزاف. كما راكم لاحظتوا انني ما وضعتش السكر مع الفلو يعني في الاول، لان غادا نضيف الكراميل بزاف بنين وحتى البنان بزاف بنين، يعني من الاحسن ما توضعوش السكر. بالنسبه لطريقه التزيين يمكن لكم تزينوهم باي حاجه عندكم في الدار، الفواكه الجافه، اللوز، الكركاع، البسكوي، يعني اي حاجه متوفره عندكم في الدار. وبالنسبه للبنان يستحسن تخليوه حتى كتبغيو تقدموهم باش ما يكحالش. هذا هو الشكل النهائي البنات، كيجيو زوينين بزاف ومذاق رائع، كنصحكم تجربوهم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر لايك وتشتركوا الوصفه مع الاصدقاء والعائله ديالكم، تشجعوني بالتعاليق ديالكم الجميله والضغط على زر الاشتراك في الصفحه ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم وشكرا لكم.